لو انت خاطب او لسه رايح تخطب او بتفكر في الخطوبه، فركز معايا في الفيديو ده جدا، لان مهم جدا مهم جدا جدا جدا. الاهم من انك تروح تتجوز واحده جميله ولا تتجوز واحده جسمها جامد، والكلام اللي معظم الشباب بتفكر فيه ده، انك تتجوز واحده متربيه بنت ناس. والمتربيه بنت الناس اللي اقصدها هو ان واحده تكون محافظه على نفسها، واحده تكون فاهمه يعني ايه جواز، الموضوع مش مجرد فستان وزفه والكلام ده كله، واحده يكونوا اهلها تعبانين عليها فعلا ومحافظين عليها ومطلعينها بنت تصلح للزواج. من الاخر، ليه بقول لك الكلام ده؟ لان يوم الخميس كنت معزوم في مكان يشبه جهنم حرفيا. المكان يبان من بره ان هو كافيه والكلام ده كله، لكن لما دخلت المكان حرفيا يشبه جهنم. تدخل تلاقي البنات جوه لابسه تحجيبه وبتاع، عايز اقول لك الشعر اللي ده مش بتبينه حد، ولكن هي من فوق شيخه في الاصل، من تحت عاهره في كباريه حرفيا. اللي يغيظك بقى انك انت تدخل تلاقي البنات دي كل واحده قاعده ماسكه الشيشه، تظبط الدماغ، تظبط مزاجها. طبعا ده اللي انا شفته، الله اعلم باللي بيحصل بعد كده، لان في بنات بتضرب مخدرات وده اللي ناس كتير ما تعرفوش، وفي بنات بتبرشم. على فكره انا ما بقولش كلام وخلاص، انا بقول كلام شفته بعيني. يعني الناس البنات اللي بتبرشم بتشرب مخدرات دول شفتهم بعيني. المهم علينا، فكون حذر كده في اختيار البني ادمه اللي انت رايح تخطبها او رايح تتجوزها، عشان ما تبقاش لا مؤاخذه معرض. لان حتى لو اكتشفت الموضوع ده فيما بعد، عشان تتخلص منها الموضوع هيكون صعب جدا، وهيكلفك تعبك ومجهودك اللي انت تعبته عشان خاطر تتجوز بنت المفروض ان هي بنت ناس. ده غير ان في نقطه تانية ناس كتير مش بتاخد بالها منها، في بنات بتتجوز عشان خاطر تتطلق وتاخد حاجتك انت كراجل ويبقى معاها فلوس والكلام ده، وفي نفس الوقت تكون واحده مطلقه فتعيش بقى تشرمط براحتها. من الاخر، اللي يغيظك ان انا لما دخلت الكافيه ده لقيت كل واحده قاعده بتضرب الشيشه والكلام ده كله. يدخل شاب يشقطها ياخدها تروح تقضي مع الليله، وانت تلبس. هي نفس البنت دي اللي لما بتروح تتقدم لها بتلاقي قاعده وشها في الارض. هي نفس البنت دي، هي نفس البنت اللي بتقول لك هو انت مش بتصلي، هي نفس البنت اللي بتسالك على الصلاه. فركز وكون حذر في اختيار البنت اللي هتكون معاك، عشان قسما بالله هتلبس في الحيط. مش عايزك تعمل واد دقرم واد فهلوي بغباء، عايزك تركز وتعرف البنت دي ايه، اهلها تعبانين عليها بجد، هي محافظه على نفسها. انما ما تروحش تضيع تعبك ومجهودك على واحده اتدست من طوب الارض، على واحده بتصطنع شخصيه، وانت اللي هتلبس في الاخر وهتبقى المعرض قولا واحدا. وخد بالك كده ايه، وربنا يوفق الجميع. في ناس ولاد ناس فعلا حرفيا، دي مش كده، ولكن فئه قليله جدا قد يكونوا شبه معدومين، فخد بالك. مساءك فل.